السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان فاضل عليه ايام قليلة وخلاص هيمشي. ربنا يعود علينا رمضان اعوام كتيرة يا رب، اللهم امين، وانتوا في اتم صحة وعافية. تعالوا نشوف النهاردة حضرنا مع بعض فطار سهل وسريع وبسيط، مخدش مننا اي وقت. هنعمل النهاردة مع بعض كبسة بطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف كده طريقتي في الكبسة. معايا هنا حوالي نص كيلو من البصل، غسلته كويس وهفرمه في الكبة. مش عايزة البصل يبقى مفروم ناعم قوي، عايزاه يبقى وسط. جبت هنا حلة على النار، هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي وعليهم شوية كمان من الزيت، وهسيب السمنة مع الزيت لغاية ما يسخنوا. عايزة السمنة والزيت يسخنوا جدا. في المرحلة ديت انا كنت غاسلة الفراخ ونقعاها طبعا وشطفاها كده شطفة كويسة وحطاها في مصفى علشان خاطر تنزل كل المية اللي فيها، ما يبقاش فيها اي مية. ديت توابل الكبسة الصحيحة، عبارة عن ورق لورا وحبهان وقرفة، عيدان قرفة خشب وكبابة صيني، فلفل اسود حب وكمون حب وكزبرة كمان حب، اللي هي توابل بهارات الكبسة الصحيحة. تمام. جبت هنا اول ما السمنه والزيت سخنوا كويس جدا، نزلت على طول بالفراخ علشان خاطر اديها صدمه، واديها كده لون، تاخد لون كده حلو من على الجنبين، مشوحها كويس جدا. بحب انزل بالفراخ في الاول قبل البصل علشان خاطر الفراخ تبقى كويسه يعني معايا وتاخد لون حلو معايا. نزلت على طول كده اول ما الفراخ اخدت لون بالبصل بتاعي، كميه البصل كله، وهسيب الفراخ مع البصل لغاية ما يتشوحوا كده كويس جدا، وكمان البصل ياخد لون ذهبي جميل. هنا خلاص البصل اخد معايا اللون الاصفر دوت، مش محروق ولا حاجة. نزلت كده بالبهارات الصحيحة، وكمان نزلت عليهم ب2 مكعب من الماجي، وهشوح كده كويس جدا. بعدين هنزل بالرز. الرز ده حوالي يعني اكتر من نص كيلو بشوية، غسلته وصفيته. بعدين نزلت يعني على الرز نزلت على الفراخ بالرز وغليت كاتل ميه كده، وهنزل على طول عليهم بالميه المغليه. هحط معلقتين من بودره الزعفران، وكمان هحط معلقتين من معجون الطماطم، وهسيبهم لغايه ما يغلوا. بعدين ههدي عليهم النار واسيبهم يستووا براحتهم. ده شكلها بعد خلاص انا طفيت عليها. كنت في المرحله دي بس بحب الرز يبقى جوسي كده شويه، ما بحبوش ناشف في الكبسه. تعالوا نعمل مع بعض سلطه الدقوس بطريقه تحفه. معايا 3 حبات من الطماطم، و2 من الفلفل الرومي، وواحد من الفلفل الحامي السبايسي، وواحده من البقدونس. قطعت كده كل الكلام ده في الكبه. انا هضربهم في الكبه علشان خاطر مش عايزاهم يبقوا سايل قوي، انا عايزاه يبقى كده خشن شويه. حطيت كده معلقتين من التوم، وهحط كمان عصير ليمونه كبيره، ومعلقتين كمان من الخل. والتوابل بتاعتي انا ما بحطلهاش غير ملح وفلفل، رشه بسيطه خالص من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الكمون. وهفرمها كده في الكبه، وبتبقى احلى سلطه دقوس جاهزه معانا. وده شكل الاكل بتاعنا. شايفين شكل الكبسه عامل ازاي؟ شكلها حلو جدا. عملنا كمان سلطه الولاد بيعملوها، وعملنا سلطه خضراء. وكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد.